صوت إريتريا الديمقراطية، صوت ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون في إريتريا، يبث باللغتين العربية والتجرينية. مستمعينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. صوت إريتريا الديمقراطية ترحب بكم وتتمنى لكم وقتا ممتعا مع فقرات برامجها لهذا اليوم، والذي يتضمن نشرة الأخبار والتعليق السياسي. نبدأ بثنا لهذا اليوم بنشرة الأخبار، هذا موجزها. رئيس الهيئة التنفيذية يقدم تنويرا لعضوية التنظيم. فرع التنظيم في بريطانيا يعقد مؤتمره السنوي. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على جهاز الأمن القومي الإريتري. إثيوبيا ترفض اتهامات أمريكية بالتطهير العرقي في تيغراي. مئات القتلى من المهاجرين الأفارقة في حريق داخل سجن بصنعاء. من عناوين الأخبار إلى تفاصيلها من صوت إريتريا الديمقراطية. عقد رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني لإريتريا بحضور مسؤول مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية اجتماعا تنويريا لأعضاء التنظيم في 14 من مارس الجاري. تناول الاجتماع أوضاع التنظيم وعلاقاته بقوى المعارضة الإريترية، ولا سيما المجلس الوطني، ونتائج الحوار الجاري مع بعض التنظيمات الوطنية، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة بشكل عام وما يجري في تيغراي على وجه الخصوص. حيث استهل رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور يوسف برهانو حديثه بشرح الوضع التنظيمي والمعارضة الإريترية، كما عرج على التطورات السياسية والعسكرية الجارية في بعض دول القرن الإفريقي، وخاصة الوضع المتوتر في إقليم تيغراي، وأكد على موقف التنظيم المبدئي بضرورة حل الأزمة في الإقليم بالطرق السلمية، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين الموقف الإنساني والموقف السياسي. من ناحيته تحدث نائب رئيس الهيئة التنفيذية المناضل نقاش عثمان عن آخر مستجدات الوضع في المجلس ودوره في تنسيق العلاقات مع القوى السياسية خارج المجلس، مؤكدا على أن موقف المجلس يعبر عن مواقف أكثرية الشعب الإريتري وقواه السياسية. وعقب حديثهما فتح المجال للاستفسارات والتساؤلات التي وجدت ردودا مناسبة، فضلا على إرثاء النقاش من قبل الحضور بالمداخلات المسؤولة والهادفة. عقد فرع جبهة الإنقاذ الوطني لإريتريا في بريطانيا مؤتمره السنوي بتاريخ 7 مارس 2021 تحت شعار التنظيم المركزي إنقاذ الوطن والشعب فوق كل شيء، بإشراف رئيس وأعضاء لجنة إقليم أوروبا، وذلك في ظل ظروف استثنائية تحيط بالوطن استدهورت الأوضاع فيه لدرجة لم يسبق لها مثيل، في وقت لم ترقى فيه المعارضة الإريترية للمستوى المطلوب لمواجهة تلك التحديات. ومن خلال تقييم تلك الأوضاع أكد المؤتمر على أن الحل يكمن في تصعيد النضال لإسقاط النظام الدكتاتوري وإقامة النظام الديمقراطي البديل. دعا المؤتمر جماهير شعبنا في داخل الوطن والمهجر إلى تسعيد نضالاتها لوضع نهاية سريعة للسلطة القهر والاستبداد، مشيدا بصمود شعبنا في الداخل ونضالاته ضد الطغمة الحاكمة. وطالب المؤتمر بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين القابعين في سجون النظام الدكتاتوري منذ فجر الاستقلال وحتى الآن، كما طالب قوى المعارضة الإريترية تناسي خلافاتها ووضع المصلحة الوطنية أولى الأولويات. ناشد المؤتمر المنظمات الحقوقية والمدنية الإريترية أن تقوم بدورها بفضح وتعرية النظام الدكتاتوري الحاكم في أسمرة لدى المنظمات العالمية النظيرة،
والمجتمع الدولي بشكل عام. دعا المؤتمر كل من الحكومة الإثيوبية الفيدرالية والأمم المتحدة لتوفير الحماية للاجئين الإريتريين في إثيوبيا عامة وفي إقليم تيغراي على وجه الخصوص. وفي ختام المؤتمر وبعد المصادقة على التقرير الأدبي والمالي المقدم من الهيئة الإدارية السابقة للفرع وإقرار اللائحة الداخلية وخطط العمل للمرحلة المقبلة، أنهى المؤتمر أعماله بانتخاب قيادة جديدة للفرع بطريقة ديمقراطية. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات في 22 من مارس الجاري على إريتريا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، وذلك من خلال وضع جهاز الأمن القومي الإريتري المكلف بجمع المعلومات الاستخباراتية والاعتقالات والاستجواب على القائمة السوداء. وقال الاتحاد الأوروبي بعد أن وافق وزراء خارجية التكتل المؤلف من 27 دولة على هذه الإجراءات أن جهاز الأمن القومي مسؤول عن انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا، ولا سيما الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري للأشخاص والتعذيب. وتشمل العقوبات تجميد الوصول في الاتحاد الأوروبي وعدم إتاحة الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر لأولئك المدرجين، بالإضافة إلى حظر السفر على أفراد هذا الجهاز. وأضافت رويترز أن الاتحاد الأوروبي يفكر في فرض مزيد من العقوبات على إريتريا. ذكرت وكالة رويترز للأنباء بأن إثيوبيا ترفض اتهامات أمريكية بالتطهير العرقي في تيغراي، وذلك ردا على أحدث انتقادات من الإدارة الأمريكية للعملية العسكرية الإثيوبية في إقليم تيغراي. وأضافت رويترز أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكين والأمين العام للأمم المتحدة غوتوريتش يبحثان انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي الإثيوبي. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية في بيان اليوم إن الاتهامات حكم ضد الحكومة الإثيوبية لا أساس له على الإطلاق ويفتقر إلى المنطق. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إنه يرغب في أن تحل قوات أمنية تحترم حقوق الإنسان ولا ترتكب أعمال التطهير العرقي محل القوات الإريترية وقوات منطقة أمهرة في تيغراي. اتهمت وسائل إعلام عالمية أن الحوثيين نفذوا مذبحة مروعة بحق مئات المهاجرين الأفارقة داخل سجن بصنعاء عن طريق قذف السجن بقنابل حارقة، بينما أعلن الحوثيين عن مقتل بضع أفراد وإصابة العشرات. حصل موقع سكاي نيوز عربية على معلومات من مصادر مقربة من الجالية الإثيوبية في صنعاء تتحدث عن مقتل المئات وإصابة أكثر من 1000 شخص، حيث تحدثت تلك المصادر عن مقتل نحو 450 من الأورومو الإثيوبيين، والعدد مرشح للزيادة، بينما أصيب 1500 آخرين. وكان في هذا السجن قرابة 4000 لاجئ إثيوبي. وقال رئيس شبكة مستقبل أوروميا جميدة سويتة لسكاي نيوز عربية أن الحوثيين شنوا حملة اعتقالات واسعة الأسابيع الماضية بحق المهاجرين بغرض تجنيدهم للقتال في الجبهات ولا سيما على الحدود السعودية، ومن كان يرفض يتم إيداعه في ذلك السجن أو يفرض عليهم مبالغ مالية لا طاقة لهم بدفعها. وأضاف سويتة: وصلني فيديو بتاريخ 22 فبراير الماضي من داخل صنعاء يتحدث فيه لاجئون عن قيام الحوثيين بحملة اعتقالات وفرض مبالغ تصل إلى 150 ألف ريال مقابل الإفراج على كل شخص تم اعتقاله من خارج صنعاء، و70 ألف ريال على من اعتقل من داخل صنعاء. وأشار إلى أن السجناء دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على معاملة الحوثيين، مما دفع الحراس إلى الاعتداء عليهم ركلا وسفعا، لكن السجناء دافعوا عن أنفسهم وأخرجوا الحراس من داخل السجن. وحول الحادث يقول سويتة: بدأت الجريمة بإطلاق الرصاص على المهاجرين المحتجين من قبل حراس السجن، قتل فيها شخصان، قبل أن تأتي قوة حوثية وترمي بالقنابل على مئات الأشخاص المهاجرين الذين كانوا داخل السجن. وتضيف المصادر الإعلامية عن وجود إريتريين وصوماليين وسودانيين بالإضافة إلى الإثيوبيين في السجن المنكوب. قدمت لكم نشرة الأخبار من صوت إريتريا الديمقراطية في مستهل برامجنا، راجيا لكم متابعة طيبة لبقية فقرات برامجنا لهذا اليوم.
جل جلاله جل جلاله جل جلاله والداعي رب وحمدي. شعبنا لثابت إيمانه لكبد ما ياتي تودي. رب لك بقديبا مرحة أسمرا، رب لك بقديبا مرحة أسمرا. أفكورهم من عدنا أسرارهم تأمرا. شعبنا أسفروا علمانا قاتلوا وأقشش تآسروا. شباب من عدوا أفقروا حكمهم قبقى بمورا وفتحهم هلولو 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 بيلا بيلو هلولو 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 بيلا بيلو هلولو 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 بيلا بيلو. سأل حناتو ثورة ودينا ولا تالت فدينا. حناتو ثورة ودينا ولا تالت فدينا. سأل حناتو ثورة ودينا ولا تالت فدينا. حناتو ثورة ودينا ولا تالت فدينا. إريتريا عدناتا النديبة ولينا نشد قلنا نضالنا نتهاجل لتاريخنا. ناشف يلا عد ما يوم شهداء لثورتنا. يا هو كف ما تكفل نقبل له مدرنا نكمل له قبيلنا. نقبل له مدرنا نكمل له قبيلنا. أبينا إن استسلم أبينا إن استسلم أبينا. بدير ما توزعنا كثورة ودينا بدير ما زلمنا كثورة ودينا. جلاب فتح جلاب سلام جلاب فتح جلاب سلام سلام سلام. كريستيان وإسلام سلام سلام. كريستيان وإسلام. سلامنا أبي عدالة وعمار أنت النتي الحزين حزي دمار لنا غسل الدم
سبدار حناتو سبدار حتى تزعلنا كيف ولو ما تفنار كيف ولو ما تفنار حتى تزعلنا كيف ولو ما تفنار كيف ولو ما تفنار سأل حناتو ثورة ودينا ولا تالقلت فدينا حناتو ثورة ودينا ولا تالقلت فدينا سأل حناتو ثورة ودينا ولا تالقلت فدينا حناتو ثورة ودينا ولا تالقلت فدينا ورانت ايدينا اباينت فنجينا ورانت ايدينا اباينت فنجينا هلينا دي ملينا هلينا دي ملينا فاطمة هلينا هلينا دي ملينا هلينا دي ملينا فاطمة هلينا ورانت ايدينا اباينت فنجينا ورانت ايدينا اباينت فنجينا هلينا دي ملينا هلينا دي ملينا فاطمة هلينا هلينا دي ملينا هلينا دي ملينا فاطمة هلينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مجددا في صوت إريتريا الديمقراطية. تعليقنا السياسي لهذا اليوم تحت عنوان: أما آن الأوان لانتفاضة الجيش؟ منذ استيلاء إسياس على رأس السلطة في أسمر التي قدم إليها بيدين ملطختين بدماء الشرفاء من المناضلين من تنظيم الجبهة الشعبية مثل إبراهيم عافا وقادة حركة المنكع الذين قام بتصفيتهم لأنهم حملوا رأيا غير رأيه، وملطختين أيضا بدماء الأبطال الذين اغتالهم في السودان من قادة جيش التحرير أمثال الشهداء سعيد صالح، إدريس هنقلة، محمود حسب، ولد داوود تمسجن، وهيل جرزة وغيرهم. منذ ذلك الحين أدخل الرعب أفورقي ليس فقط في أوساط عامة الشعب الأعزل وحتى أدواته من المؤسسات الجماهيرية، بل تسلل الرعب أيضا في أوساط المؤسسة العسكرية نفسها، الأمر الذي حال دون تعجيل نهاية نظام دموي طالما جرع شعبنا كؤوس الذل وتعاني بلادنا من ويلاته العقود. ويمكن تلخيص أهم محطات مقاومة جبروت الطغمة الدكتاتورية الحاكمة بعد التحرير في بعض الحركات التي تفاوت صداها وتأثيرها من حركة لأخرى. فكانت حركة جرحى حرب التحرير
التي تم التعامل معها بلا رحمة بإطلاق الرصاص الحي على الجرحى وهم على كراسي متحركة فقط لأنهم طالبوا بتحسين الوضع المعيشي وموقع الإقامة المذل. كذلك حركة الجيش غداة التحرير التي طالبت بزيادة الرواتب، ثم حركة مجموعة 15 من القيادات العليا في الحزب والدولة التي رفعت سقف المطالب إلى مطالب سياسية بتقييم حرب بادمي وتطبيق الدستور والتعددية السياسية وإلى آخرها. وكان مصيرها الاعتقالات والزج في السجون. ثم جاءت حركة الشباب أكلغوزاي بمناطق ريعود الذين ثاروا لكرامة شعبهم، إلا أنها لم يكتب لها النجاح لحداثة تجربة شبابها، وكذلك نتيجة محاصرتهم في منطقة جبلية لم تمكنهم من الاتصال بالعالم الخارجي لتلقي الدعم. ثم كانت حركة فورتو بقيادة الشهيد سعيد علي حجاي التي تعرضت للخيانة من بعض المحسوبين عليها، فبذلك تمكن رأس الأفعى من الغدر بقائد العملية. وكانت آخر تلك الحركات حركة العصيان المدني التي اجتاحت بعض المدن ولا سيما العاصمة أسمرة تأييدا للقائد الشهيد شيخ الشموخ الحاج موسى التي أطلق شرارتها من ساحة مدرسة الضياء بأسمرة. عموما تفاوتت درجات مطالب حركات العصيان المدني والعسكري تلك من جزئية إلى عامة، ولكن ما كان يجمعها غياب التنسيق بين المؤسسات الجماهيرية والعسكرية. فلو كان هناك تنسيق مسبق بين الشعب والجيش ربما كان قد كتب لها النجاح من أول وهلة، ولكن اكتفى الجيش غداة التحرير بمطالب جزئية لمؤسسته العسكرية فقط، ولم يبالي أو غفل عن معاناة عامة الشعب. بالتأكيد يعود السبب لسياسة العزل والفصل بين الشعب والجيش وتعمد القيادة السياسية للنظام بقيادة أفورقي في عدم توعية الجيش بدوره. وهذا ينسحب أيضا على مجموعة 15 التي من بينها قادة تنفيذيون، إلا أنهم لم ينتبهوا بضرورة التنسيق مع المؤسسة العسكرية ولم يبالوا بحجم الغدر الذي يتسم به إسياس أفورقي، وكانت النتيجة التهامهم كلقمة سائغة. واليوم لا يزال الجيش الإريتري ضحية تضليل متعمد للآلة الإعلامية التي تدغدغ مشاعره الوطنية. فعندما يركب الجيش عباب البحر وترسو به سفن التضليل في مراسي عدن وتعز أو شواطئ كيسمايو بوصاصو، أو يرمي به إلى جنوب السودان تارة وإلى حدوده مع إثيوبيا في مناطق الفشقة أو إلى إقليم تيغراي كما اليوم، لا يعتقد هذا الجيش أن النظام يرتزق من وراء مشاركته في حروب تلك الدول. فقد حول إسياس أفورقي الجندي الإريتري إلى سلعة تباع وتشترى، كما يفعل بالأرض أيضا، يستأجرها للأجانب في اتفاقيات سرية يفعل الشيء نفسه مع الإنسان. وها هو الجندي يضحي بدمه وروحه خارج الحدود من أجل حفنة دولارات يعود جلها إلى جيب إسياس. لقد آن الأوان أن تعي قيادات ومنصوبو الجيش الإريتري دورهم ويتحملون مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية تجاه الوطن والمواطن، باعتبارهم من المؤسسة التي تملك عناصر القوة والتنظيم التي يمكن الاعتماد عليها في التصدي للزمرة الفاسدة في الحكم وانتشال الوطن من براثن المؤامرات الظاهرة والمستترة التي يعمل عليها رأس النظام. فقد بات اليوم قبل أي وقت مضى واضحا حجم المؤامرات التي تستهدف سيادة الوطن الذي مهرها أبناء شعبنا بأرواحهم ودمائهم الزكية، وعليه أن يكون فعلا جيشا وطنيا يحمي الشعب والوطن، وليس آلة في يد الدكتاتور ينفذ بها أجندته الخبيثة. جيشنا المغوار، عليك أن تحسم الأمر هذه المرة وتنحاز لشعبك، فالسلاح والقرار بيدك وحدك.
افعلها اليوم ولا تؤجلها للغد. التحية لأبطال الثورة الإريترية أحياء وشهداء. التحية لأبطال حركة ماي حبار. التحية للشباب الأبطال في أكل جزاي. التحية لمجموعة 15. التحية للباسل الفذ الشهيد سعيد علي حجاي ورفاقه. التحية للشيخ الشامخ الشهيد الحاج موسى ورفاقه وطلابه وكل مشعلي شرارة الضياء التي عمت أرجاء العاصمة وبقية المدن الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية. مثل مستقهسي بايكو مسبرسي أرما مسحسسي بعد مسنقسي سنو زنخسي عمبو تغيسي ريمو نخملس دم كبرين نفسسي كبات ترحيب محمد سعيد نور بقى طاهر بيدا جين شرادن كلي حسن الحج حبيب هي مسعى كدا حقراوي الحزاب تاشق بسراتكم عاوتات تمقب قلب يتلاقي انه توحش من نتعكب عايز العالم مغصب لنبار سند مقرب سخفتكم عبد دقدق طلع جرازة مع دخول ناصر قمحة شمسي زين الدين سمعتكم ولدنكي العدم عري أمنتكم أعلى فما ميقع والعميقر يا خوم شطعة وقيعة فيلم مكل يا خوم حراكة 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 وحبنا وقحتا حد يتكناتا ملحسنا يتفالي لبي زرس رست زفت رتبهتا تذكر حركات عبسو سعامتا كي غالحكم قدو نايسب كي يا زانتا عزيز كتكون كتزاوني ريترا محمد برحان كعساي والتا زخونولا محمودات مستخلاي سقللت فلالة قبر ما تنتقو تبعت زرايولا بلحت شطولك سبكي دان سمحلا ما انت بانديرا بحرانا سبمتكن صورت مكرة دلت تصورة سيق جقننتكم كسسن عسركم سب محبر شوقتك تقاوح تمسخو حاولت خطفلو محيدين امرحكم والقول عيلة صعدة بجازة حالكم عبور تبرانا والرقي طريقكم نقولوا الولودو
تذكر وياخو حركة 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 كم قف مسقل بريقة نختملس صندقة والقول ساحل صديقة يسبقوا مترحيقة ورزو سورة صديقة كلام برقة صنديقة ورزو سورة صديقة كلام برقة صنديقة تاور كاوي تقلبل وخبنا وقعنا ملحسنا كي فلك حادر نتقناتها لبي زرس رسك زي فترت بحتا تذكر حركة عبسو سعامتها حركة 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 هكذا نصل بكم مستمعينا الأفاضل إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم. صوت إريتريا الديمقراطية.